اخيرا محمد، طرح فكره، انت فكره الزواج بدون تكوين اسره، ممكن تشرح لي الفكره دي سريعا كده؟ مش هي الفكره دي مش انا اللي طرحها. الفكره ديت انا كنت كاتب في كتابي كتاب بني ادم واقف التنفيذ، مجموعه قصصيه، كنت كاتب قصه اسمها عيش حياتك على طبيعتها، عن معاناه الطبقه المتوسطه في موضوع الجواز. الطبقات العاليه في المجتمع عندنا بتتجوز بسهوله، المجتمعات الفقيره مش محتاجه مصاريف، بيتجوزوا في نفس الشقه. الطبقه المتوسطه دي صعبه جدا، تحس ان هي في حزبة بيرما كده مفيش حل. فانا كنت كاتب القصه دي، ففي بنت على الفيسبوك قرت الكتاب وعجبها ونقلت القصه دي وكتبت في جروب ان هي يعني بعد ما قرت القصه دي تفاعلت معاها وقدرت تحط فكره ان هي ممكن الناس تتجوز من غير يعني فكره اللي هو يتجوز من غير بيت، يعني اللي هو يتجوز بس لفتره مؤقته لحد ما يقدر يكون اسرته. الفكره ديت انا فرحت طبعا، اللي هي حاجه اللي ده اللي انا قصصي قدرت توصل للناس وان قدرت تاثر فيهم، واللي انا مش طبعا احنا عارفين كلنا بنقول ان محدش بيقرا، لا الناس بتقرا والناس بتتفاعل مع الافكار. مش هيقبل خالص الفكره دي على فكره يا محمد. لما يجي عريس يقول الاب والبنت انا هتجوزها بس تفضل قاعده عندك، الراجل عايز يخلص دي لا هتواجه. هو انا برضو انا عن نفسي يعني انا ان شاء الله ما ربنا يكرمني هتجوز عادي يعني، بس العمليه هي بتطرح فكره جريئه. احنا يا جماعه بجد عايشين في واقع مؤلم جدا، مؤلم جدا للطبقه المتوسطه بالذات، فلازم نفكر في حلول بديله. يمكن الحلول يعني صح، انا معاك، لازم المجتمع مؤقتا يعني احنا ما بنقولش هتفضل العيشه كده على طول مؤقتا لغايه لما ما هو يغير بقى، يغير بقى الفكر شويه. ما هو دلوقتي انت عندك كام عانس في مصر؟ ما احنا لازم نعترف بمشاكلنا. احنا عندك في حدود مش عارف 10 مليون عانس. تاني حاجه ابتدت تظهر كتابات يعني في كتب كتير عن الجواز والعنوسه، خلاص بقى طبيعي ان الانسان يبقى عانس، مش اللي الطبيعي ان هو يبقى متجوز. يعني هي فكرة بس برضو كمان جنبها ممكن يبقى في افكار تانية، الناس الابهات والاسر تتنازل شوية عن الطلبات. صحيح تنازل، يا ريت، وانه يعني نسهلها شوية، وان البنات كمان تتنازل، لان البنت بقى عايزة الشقة والعفش والجهاز يعني مفيش فايدة. محمد بشكرك جدا، انا بشكرك جدا وكل التوفيق. انت راجل عندك افكار ومبدع، ربنا يوفقك ان شاء الله. شكرا محمد. مشاهدينا خليكم معانا بعد الفاصل، هيكون لينا حوار عن الاستعداد النفسي للامتحانات بالنسبه للبيت وبالنسبه للطالب، خليكم معانا.